لبيه لبيه يا الغالي، شوفك عن الناس يكفيني. افرح لي يا شفتك قبالي، بالذات كانك تناديني. بالذات كانك تناديني. بالذات كانك تناديني. لبيه لبيه يا الغالي، شوفك عن الناس يكفيني. افرح لي يا شفتك قبالي، بالذات كانك تناديني. بالذات كانك تناديني. بالذات كانك تناديني. اشتاق لك يا هوى بالي، وارتاح لشافتك عيني. بنظرتك يا بري حالي، في بسمتك فرحة سنيني. في بسمتك فرحة سنيني. من غبت يا صاح وظلالي، ما غير أحد يخاويني. اروح وارجع لفالي، يا وين دارك وانا ويني. يا وين دارك وانا ويني. امشي على الدرب بالحالي، ما همني من حكى فيني. ولا همني هرجع التالي، دامك على الناس تغليني. دامك على الناس تغليني. دامك على الناس تغليني. لبيه لبيه يا الغالي، شوفك عن الناس يكفيني. افرح لي يا شفتك قبالي، بالذات كانك تناديني. بالذات كانك تناديني. بالذات كانك تناديني. خذني قصيدة وموالي، لا ضاق بالك تغنيني. واتركها للقيل والقالي، ومفرقين المحبين. ومفرقين المحبين. والله لو الصبر طالي، والبعد ما بينك وبيني. تبقى لي الغالي، شوفك عن الناس يكفيني. شوفك عن الناس يكفيني. شوفك عن الناس يكفيني. شوفك عن الناس يكفيني. لبيه لبيه يا الغالي. فكرة العمل لبيه الغالي سجلتها أنا في ديوان الصوت الأول قبل ما يقارب 5 سنوات أو 6 سنوات، وتوفق الحمد لله وضرب، وكان من أقوى الشيلات. وهذا الحمد لله أشوف أنه سام على صدري، وهذا توفيق الله سبحانه. اخترت شايع مبدع، خصوصا أنه قد غناها قبل. إن شاء الله أنه يكون على المستوى المطلوب وينال إعجابكم. طبعا لبيه الغالي بحكم انه لاقى اعجاب كبير وملايين من المشاهدات على اليوتيوب، قررنا احنا نجمع العمل ونسوي دويتو لبيه الغالي بفكره جميله، بجلسه وديه، بجلسه جميله، وشاركنا الاعجاب الجميع. تشرفت بإخراج هذا العمل بالتعاون مع مؤسسة أذواق العاصمة للإنتاج الإعلامي، وبوجود المنشد محمد فهد وشائع الأخفيري، بجلسة جديدة بعمل قديم تم توزيعه من جديد وإخراجه من جديد. إن شاء الله ينال على إعجابكم، والجايات إن شاء الله أحسن وأفضل.